جربت قبل كده تستخدم ال AI في صناعة الأفلام؟ حلمتوا قبل كده بما إنكم تقدروا تنتجوا أفلام بجودة عالية بمجهود أقل وبسرعة رهيبة؟ النهاردة هنكشف لكم السر اللي بيخلي الذكاء الاصطناعي النهاردة يدخل عالم صناعة الأفلام ويعمل ثورة في كل خطوة من خطوات الإنتاج. وفي الفيديو ده هنتعرف على إزاي الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ممكن تساعدك في كتابة السكريبتات وتصميم المؤثرات البصرية والمونتاج، وكل ده بطريقة سهلة ومبسطة. أول خطوة لازم نفكر فيها هو إزاي الذكاء الاصطناعي ممكن يساعد في كتابة السكريبت وانتاج الافكار. عندك مثلا شات جي بي تي بتقدر تولد لك افكار ونصوص بشكل سريع ومبدع، وده بيوفر عليك وقت كبير جدا في مرحله الاعداد. بعدين في مرحله تصميم المؤثرات البصريه عندك مثلا دال اي او عندك ميد جورني بتحولك لفنان رقمي بيخلق لك مشاهد ثلاثيه الابعاد بتخطف الانفاس حرفيا، وتكون مفيده جدا لو انت بتدور على خلق عالم افتراضي او تاثيرات بصريه ما تلاقيهاش بسهولة في برنامج المونتاج التقليدي. وكمان في مرحلة المونتاج برامج تحرر الفيديوهات مدعومة بالذكاء الاصطناعي زي ايه؟ زي مثلا ران واي ام ال، وحتى ادوات داخل مثلا ادوبي بريمير برو او غيره بتساعدك تختصر وقت التحرير وتضمن ان انت الفيديو بتاعك يطلع بجودة احترافية. الادوات دي مش بس تقدر تحسن الصور والالوان، تضيف تأثيرات متقدمة بشكل اوتوماتيكي. وفي النهاية لازم ما ننساش استخدام ادوات الذكاء الاصطناعي ده في تحليل اداء الفيديوهات وتعدل الاستراتيجيه بتاعتك بناء على البيانات دي عشان تضمن ان دايما انت في قمه المنافسه في عالم صناعه الافلام دي. لو انت شغوف بعالم الافلام دي وعايز تحقق افكار بكفاءه وسرعه، والذكاء الاصطناعي هو المفتاح، جرب الادوات دي وعيش تجربه جديده في صناعه الافلام. لو عجبك الفيديو واستفدت منه دوس لايك واشترك في القناه وشاركنا في تعليقات تجربتك. اي ادوات تانية حابب تعرف عنها اكتر، واي ادوات تانية استخدمتها وفادتك فعلا. لو حابب ان انت تعرف تشوف ده من المحتوى وعايز تعرف اكتر، سيب لنا اي تعليق وهنبعت لك. بس كده، سلام.